إذا انطلقت المباراة وركلة البداية لفريق تنفيذ الركنية لمصلحة فريق السويحلي، وهي الركنية الثانية حتى الآن. إذا كرة، فرصة لعب الكرة عرضية وتضيع على فريق السويحلي. محمد المنير، كرة أهلاوية الآن تلعب أمامية باتجاه حمدو وتدخل من الحارس موفق. عمار مسعود يتدخل وينقذ الموقف. كاد حمدو الهوني خطأت الإعادة. شوف التدخل وشوف لعب الكرة من حمدو الهوني، ولكن الحارس كان داخل منطقة 18 ياردة وأبعد الكرة بيده. من جديد إلى بالقاسم رجب، يلعب الكرة باتجاه طارق بشارة، يحاول يستقبل الكرة بشكل طيب، يحاول يمر ويسدد ولكن بعيدة وسهلة للحارس عمار مسعود. 4 مجموعات في مرحلة أولى. حاليا وصلنا إلى الدوري السداسي الأول، المرحلة الثانية طبعا، ودوري تفادي الهبوط. إذا كرة تلعب، ونتواجد الآن في الدوري السداسي الأول من أجل التوجه إلى الدوري التتويج وسداسي التتويج الذي سيكون بين أفضل 6 فرق في المنطقتين. المنطقة الأولى سيترشح منها 3 والمنطقة الثانية 3. إذا كرة سويحلوية، فرصة لعب الكرة عرضية وتلعب الكرة وفرصة هدف لفريق السويحلي. هدف لفريق السويحلي عن طريق اللاعب عبد العاطي العباسي. إذا بعد مرور 21 دقيقة لعب فريق السويحلي. شوف لقطات الإعادة، شوف لعب الكرة بشكل طيب والإكمال من مؤيد في الجهة اليمنى، يلعب الكرة باتجاه مبولولو، يسدد ولكن بعيدة. كرة غادرت إلى ركنية. مبولولو اصطدم لفريق الأهلي. هناك اللاعب عبد العزيز السويعي تمكن من إبعاد الكرة في اللقطة الماضية. إذا كرة عبد العاطي العباسي سدد، هدف ثاني لمصلحة فريق السويحلي بعد مرور 33 دقيقة لعب. شوفوا إذا عبد العاطي العباسي والثاني في هذه المباراة. شوف لقطات الإعادة ويصل إلى الهدف السابع له في الرحلة. هدف جميل ومباغت من لافي. مؤيد يحاول يمر بشكل طيب، يلعب الكرة باتجاه محمد المنير، ولكن حمدو الهوني يلعب كرة وفرصة تضيع على فريق الأهلي. فرصة خطيرة مرت أمام مرمى فريق السويحلي. اللاعب الأنغولي لاعب فريق الأهلي. إذا نشوف لقطات الإعادة كيف لعب الكرة في هذه اللحظات قبل العبور إلى الشوط الثاني. وركنية لمصلحة فريق الأهلي، تلعب الكرة بضربة راس، تعود الكرة وفرصة تضيع على فريق الأهلي في مناسبتين. دفاع فريق السويحلي حاضر. إذا السابعة حتى الآن. حمدو الهوني في التنفيذ على يمين الحارس، تلعب بضربة راس إلى خارج الملعب وليتقدم، يلعب الكرة باليخطأ، تعود الكرة سويحلوية وفرصة لعب الكرة عرضية. كرة باتجاه العباسي، يحاول يسدد والتسديدة عملية طيبة من اللوب، يحاول يمر بشكل طيب من أكثر من لاعب ويستفيد من الكرة. فيلي تراوري والشريمي يسدد، والحارس نشنوش في الموعد. فوز جديد سيكون له الثاني إن تمكن. وهذه الآن فرصة أهلاوية. حمدو الهوني يلعب الكرة ومعيد بضربة راس تعود من العارضة. عملية طيبة نتابعه على إذن شوف ضربة الرأس السويحلي وهي في هجمة عكسية مرتدة والتسديد ولكن بعيدة على مجوى والمباراة، بينما فريق السويحلي يسعى للمحافظة على النتيجة وتأكيد الفوز. كرة تعود وفرصة تضيع على فريق الأهلي من حمدو الهوني. عادت الكرة من عمار مسعود. فريق الأهلي ليسعى ويحاول تذليل الفارق في هذه اللحظات. يتقدم، فرصة تسديدة ولكن تبعاد في آخر لحظة من جانب والو. شوفوا نتابعوا محمود والو أبعد الخطر في اللقطة الماضية. فريق الأهلي بدأ ينشط للمهاجمة بعد التغييرات الأخيرة، وبضربة راس تعود الكرة إلى متناول الحارس نشنوش حارس فريق الأهلي. إذا كرة تعود للأهلي وخطأ ارتكب ربما من دفاع فريق السويحلي في اللقطة الماضية. حمدو الهوني لا زال يحتفظ بالكرة، يحاول يفضل التسديد ولكن وهدف يدلل به الفارق. هدف رائع من حمدو الهوني بعد مراوغة جميلة واللعب. إذن حمدو الهوني يسجل الهدف الأول للأهلي ويدلل به الفارق. شوف التدخل وشوف التسديدة القوية لم يحدث أفريقيا وتصفيات كأس أفريقيا. وكرة أهلاوية الآن.
حمدو يقود هجمة والتسديد والمجهود الفردي. شوف لقطات الإعادة، شوف اللعب وشوف التسديد. مراد الهدلي يلعب الكرة أمامية باتجاه الهوني، يعود بالكرة لمؤيد اللافي أو لقليب. الهوني يلعب الكرة من جديد، مؤيد الآن فرصة تسديد وتعود من القائم وغل من جانب مؤيد، لعب الكرة بشكل تماما مثل ما سجل الهدف الأول حمدو الهوني. الكرة باتجاه الجهة اليسرى لفريق الأهلي، نقلات هنا وهناك. فريق الأهلي الآن يريد العودة إلى المباراة والأجواء. فرصة طارق بشارة وفرصة الهدف تعود، إذن هدف التعادل. أما هناك حالة تسلل، إذن نشوفوا لقطات الإعادة ونشوفوا حالة التسلل كيف كانت. إذن طارق بشارة كان في موقع تسلل تماما. محمد المنير وفرصة لعب الكرة عرضية من حمد الهوني، يلعب الكرة وبضربة راس رائعة في مرة أولى ورائعة من حارس المرمى. لعبة جميلة كانت من جانب فريق الأهلي ورائعة من حارس المرمى اللي كان موجود وحاضر بالنسبة لفريق السويحلي، أبعد الخطر عن مرماه. فريق الأهلي كما ذكرت يسعى لإدراك التعادل وبضربة راس وهدف التعادل. إذن مؤيد اللافي يعود بالأهلي إلى التعادل في هذه اللحظات. إذن قبل دقيقة من الوقت الرسمي لنهاية المباراة، فريقين مقابل هدفين حتى الآن في هذه المباراة. شوف اللقطات، لقطة الإعادة، وشوف الكرة كيف رفعت بشكل طيب أمام